السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده صينيه الرقاق السهله البسيطه بتاعه زمان اللي ما فيهاش اي افتكاسات، اللي كان طعمها احلى صينيه رقاق. تعالوا نبدا الطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه من الدهن حوالي 15%. حطيت عليهم بصلتين مفرومين ومعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البهارات السبعه، وربع معلقه صغيره قرفه، ونص معلقه صغيره من بهار اللحمه. هاخد كل الحاجات دي بقى وهروح على البوتاجاز وهولع عليها وهقلب فيها لغاية اللحمة ما تتعصج معايا وتفك وتبقى بالشكل ده. انا ما حطيتش اي مادة دهنية، هي فكت منها فيها كفاية الدهون اللي هنحطها في الرقاق نفسه، فانا هنا ما حطيتش اي مادة دهنية خالص. وبشوري بقى جزرية حطيها عليها او قطعيها حلقات حطيها في الكبة، هتطلع معاكي بالشكل ده قطع صغيرة كده. قلبي بقى فيها، وفي الاخر حطي معلقة صلصة بيتي، دي مش عشان تديها لون لكن علشان تديها طعم. معايا بقى جبت الصينيه اللي هحط فيها، بما ان الرقاق مربع فجبت صينيه مربعه. حطيت معلقه كبيره من السمنه سيحتها كده في الصينيه على النار من فوق، وبحاول بقى ان انا اعملها في كل الجوانب وفي الارضيه بتاعه الصينيه. معايا لفه من الرقاق، حطي بقى 5 تحت و5 فوق او 6، او على حسب ما انت عايزه، بس مش اقل من 5، لان الرقاق الفتره دي الايام دي يعني بقى رقيق جدا، ما عادش موجود الرقاق البلدي اللي هو بيكون فيه سمك يتحمل. زي ما انت شايفه كده رقيق جدا، يعني مسافه ما بتحطيه بيتكسر منك، فبس برضو ما فيش مشكله، انت بتجمعيه في الصينيه، بتجمعيه جنب بعضه، ما فيش اي مشكله خالص. بتحطي بقى عليه الشوربه من جميع الجوانب، من تحت ومن فوق ومن الجنبين، يعني بتسقيه شوربه كده كويس. الشوربه دي شوربه وزه، بتكون دافيه ما بتكونش بتغلي علشان ما تكسرش معاك الرقاق او بتخليه زي العجينه في الاخر. بعد كده بعد ما بل الرقاق بحطه بين كل طبقه وطبقه، بدهن دهنه سمنه كويسه جدا، يعني بوزع السمنه على الرقاق كده كلها من جميع الجوانب، يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وكل طبقه احطها هدهنها بالسمنه بالشكل ده لغايه ما اوصل 5 أو 6 طبقات. ما تعمليش اقل من كده عشان تتحمل، لان بقول لكم الرقاق ده رقيق جدا، وتقدري تزودي عن كده كمان، وتقدري تكبري الصينيه وتحطي الرقاق جنب بعضه. انا عامه اللفه دي يعني ما استخدمتهاش كلها، استخدمت تقريبا نصها. وبعد ما اوصل ل5 أو 6 رقاقات ببدا انزل باللحمه المفرومه اللي عصجناها مع بعض بالشكل ده، وبفردها. اخدت مني النص كيلو كله. النص كيلو دول انا قلت لكم حطيت عليهم بصلتين مفرومين كبار شويه، يعني مش كبار قوي، اكبر من الوسط كده. هبدأ بقى احط الطبقات التانية، واحاول المكسر احطه بعد اللحمه المفرومه على طول عشان ما يبقاش في الاخر. وبرده بدهن بين كل طبقة وطبقة، واخر طبقة الاخيرة دي بدهنها دهنة سمنة كويسة، يعني بخلي السمنة كتير شوية. بدخلها بقى على النار على درجة حرارة 220 5 دقايق، وبطلعها بقطعها، يعني 5 دقايق او 10 دقايق عشان تعرفي تتحكمي فيها تقطعيها بالشكل ده. وبعد ما قطعتها هدخلها الفرن، وبعد ما تخلص لو ما خدتش لون ولعي عليها الشواية وطلعيها، وبقت بالشكل ده. ريحتها وطعمها تحفة جدا. ده صينية الرقاق بتاعت زمان اللي طعمها حلو جدا، مفيهاش اي حاجة غريبة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.